بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاب أني أنا أبعث رسالة إلى أهلي وحبايبي في مصر، بغض النظر عن انتماءاتهم، بغض النظر عن ديانتهم، بغض النظر عن أي حاجة. هذه رسالة حاب أوجهها لأهلنا وحبايبنا في مصر من أخوكم عبد العزيز الأنصاري من دولة قطر. واحد من المشاهدين الآن من المصريين يقول لي: طب يا أخي أنت مالك؟ أنت بتتدخل فينا ليه؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إنما المؤمنون إخوة. إحنا إخوانكم، نعم إخوانكم في الدين وفي اللغة وحتى في الدم، يا ما بين نسب ويا ما بين مصاهرة. نعم أنتم يا مصريين، وخلونا نعترف، مصر هي زعيمة الأمة الإسلامية، قلب الأمة الإسلامية. لعلمكم، إذا صلح حال مصر صلح حال كل الدول الإسلامية والدول العربية، وإذا فسدت مصر احنا كلنا فسدنا. وراح أشرح هذا الموضوع. خلونا نتكلم بصراحة. نرجو أن الشخص اللي يسمعني الآن من مصر أنه يسمعني فعلا بعقلانية ويشوف يا أخي هذا الرجل ماذا يقول وإيش عايز يقول. فنتمنى فعلا أن احنا نبتعد عن العنصرية، ونبتعد دمين وماله ومن بعض وأقول بعض الإعلاميين اللي أفسدوا في مصر. نعم أفسدوا في مصر. خلونا نرجع بالتاريخ إخواني المشاهدين المصريين، ونتكلم عن المواطن المصري. أنا كقطري ولا كسعودي ولا كخليجي ولا كجزائري، من كان المصري عندنا؟ المصري لعلمكم من زمن طويل لما يقولون مصري، هذا المصري يعتبر شخص كبير وفوق مستوانا. لعلمكم كان عندنا المصري هذا فعلا شيء مستحيل يترك بلده. هل كان المصري يترك بلده ويتغرب ويعمل في الخارج؟ لا، ما كان يعمل في الخارج، إلى أن وصل حكم العسكر يحكمون مصر. طب العسكر لما جاءوا يحكمون مصر، هل كان هدفهم الإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، تطبيق شرع الله؟ كان هدفهم أن يعدلون من مستوى المواطن المصري؟ لا والله، حكموا مصر بهدف التكويش، يكوشوا على كل حاجة وينهبوا كل حاجة. نعم، وفعلا هذا اللي حصل. أنا قاعد أفتري عليهم؟ هم سابوا حاجة؟ والله كوشوا على الأخضر واليابس في مصر. نعم. ومع مرور الوقت بدأ المواطن المصري وتحت الظلم وتحت ضنك العيش بدأ يترك بلده. نعم، ترك بلده وسافر إلى الخارج. وكنا قبل علمكم المصري ما كان يترك بلده إلا مثلا يشتغل في قطر ولا في الخليج، إلا يكون مستشار عند حكامنا، إلا يكون فعلا مدير، إلا يكون في وظيفة ومنصب احنا فعلا محتاجينها، يجي خبير يعلمنا ومعلمين. ولكن الآن المصري ترك بلده، سمكري، عامل مجاري، صبي قهوة، بدأ يشتغل في أعمال منحطة جدا للأسف. للأسف تخيلوا يا مصريين أن عندنا في قطر سنة 2008 جابوا مجموعة من عمال الأمن براتب 750 ريال. أنتوا تعرفون 750 ريال يعني إيش؟ يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه. والله عندنا في قطر السكن ب7000 ريال، يعني ب10,000 جنيه في الشهر. معقولة وصل بحال المواطن المصري أنه يترك بلده من أجل 1000 جنيه في الشهر؟ نعم. ليش؟ لأنه مش لاقي يأكل. والله العسكر هذول خلوكم يا مصريين ما تأكلون. وصل الحال أن المصري يدور في الزبالة عشان يأكل. ازاي انتوا استحملتوا العسكر هذول؟ ازاي خليتوهم على دماغكم؟ حطوا لكم قانون الطوارئ، المصري يمسكوه في الشارع يضربوه على قفاه، يتسجن، يتحبس. ذلوكم ذل العسكر هذول. نعم ذلوكم ذل العسكر. خلينا نكون صريحين.
أنا زرت مصر في 78 وزرت مصر في 80 وزرت مصر سنة 2000. 3 مرات أنا زرت مصر، وكل مرة وضع المصريين في انحطاط في انحطاط في انحطاط، لدرجة أني أنا دخلت مطار مصر سنة 2000 يجي عقيد يشحت مني. هل ترضون على أنفسكم يا مصريين؟ هل ترضون على أنفسكم أن عقيد يشتغل في المطار يجي يشحت من مسافر؟ كيف رضيتوا على أنفسكم واستحملتوا الذل لمدة 50-60 سنة؟ نعم سرقوكم، وللأسف مين اللي سرق المصريين؟ مين اللي سرقكم يا مصريين؟ 2-3%، يمكن حتى 1%. معقولة 70-80 مليون يا مصريين 100,000 ولا 200,000 ذلوكم بهذه الطريقة؟ كيف سكتوا عنهم؟ وللأسف لما الله سبحانه وتعالى بعث لكم نعمة بأن قمتم بثورة 25 يناير، الآن رجعتوا مرة ثانية ورجعتوا العسكر. يعني أنا ما مصدق، أنا يعني ما أعرفش يعني والله مش مصدق. أنا ما مصدق واحد يتضرب على قفاه 10 سنوات 20 سنة 30 سنة يسرقوه، يعني واحد يسرقه 30 سنة ذلاه خلاه يبحث في الزبالة، ولما الله سبحانه وتعالى نجاه من هذا الظالم بعد كم من يوم لا أنا عايز الظالم ده، هاتوا لي الظالم، أنا عايزه يحكمني، أنا حاطه على دماغي. يعني أنا والله أرجوكم حد من المصريين يطلع ويفسر لي ويقول لي هذا كلامي غلط ولا لا. كيف رضيتم بالظلم يا مصريين؟ كيف رضيتوا أن يظلمونكم في كل حاجة؟ والله طفشوكم البلد. المصري صار يدفع 10,000 جنيه عشان يشتري تأشيرة يروح يشتغل فيها برا. ليش؟ عايز يطلع من جهنم اللي هو عايش فيها. في مصريين عايشين في جهنم. نعم، فهذول هم العسكر. إذا أنا غلط قولوا لي أنا غلط. إذا فعلا العسكر من محكمه في 52 ولغاية 2011 إذا هذول ما اشفطوا مليارات البلد وخلوا المواطن المصري يعيش مش تحت خط الفقر، إلا يعيش تحت الفقر وتحت قاع الأرض. يا أخي في ناس قاموا يسكنون في المقابر ناس ساكنين في المقابر، ناس ساكنين أنا شفتهم بعيني في سنة 2000. يعني أنا مش عارف كيف استحملتوا السنين الطويلة هذه اللي الله سبحانه وتعالى بعد الشقة هذا كله نجاكم ورجعتوهم تاني. ضحكوا عليكم، والله ضحكوا عليكم هؤلاء اللصوص الحرامية الأوباش اللي اخواني. في عالم ألماني زار مصر، طلبوا منه يدرس اقتصاد مصر، فكتب تقرير مشهور ومعروف قال مصر مش فقيرة، مصر أغنى دولة في العالم. قالوا له ازاي؟ قال لهم على كثر ما هي بتتسرق في ناس الحمد لله عايشين، على كثر ما هي بتتسرق. نعم، خلونا من العسكر نتكلم في موضوع ثاني، وموضوع خطير جدا، وهذا يمكن أنا يهمني أكثر حتى من العسكر. أنا كمواطن عربي المصري زي ما قلت لكم كان حاجة كبيرة، ولكن للأسف أنتم عندكم يمكن حتى عددهم ما يزيد على 5,000 ولا 10,000 شخص من الإعلاميين المتحكمين في الإعلام، المتحكمين في السينما. عندكم شوهوا سمعة المصريين عندنا كعرب. لما أنا كان عندي المواطن المصري حاجة فوق، دلوقتي المواطن المصري صار عندنا ما يسواش حاجة. ليش؟ بسبب إعلامكم، بسبب مجموعة من الشراميط، للأسف شراميط وقوادين ومعرصين يتحكمون في الإعلام المصري. وأتحدى واحد يقول لي الكلام هذا مش صحيح. والله شراميط، والله قوادين، والله معرصين. نعم، وأتحدى واحد يجي يقول لي كلامك غلط. هؤلاء متحكمين في الإعلام المصري، ومتحكمين للأسف في مخوخ كثير من الإخوان المصري. من ما بقول الإخوان عشان ما نقول والله احنا نتكلم عن الإخوان، لا، احنا نتكلم عن الشعب المصري الآن. متحكمين فيكم للأسف، ويغيرون من أفكاركم. نعم، أنا كمواطن عربي للأسف، مش أنا بس، معظم الشعوب العربية. طبعا أنا زرت مصر، أنا أعرف المصريين، لكن للأسف خلونا الإعلام عندكم نفهم أن المصري مرتشي،
الإعلام والسينما المصرية خلونا نفهم أن المصرية رقاصة، خلونا نفهم أن ما في مصري إلا وتاجر مخدرات إلا وتاجر حشيش، وللأسف خلونا نفهم أن ما في بيت مصري إلا وفي بار إلا وفي خمارة. يعني شوهوا سمعتكم يا مصريين. وطبعا خلنا نتكلم صراحة، أنا لعلمكم أكثر شخص عنده أصدقاء مصريين، كلهم الحمد لله شرفاء عفيفين بغض النظر عن انتماءاته. والله أنا دخلت بيوت حتى ناس من القبط، والله قمة الاحترام والأخلاق ولبس محتشم، وزرت مصر ودخلت بيوت مصريين، لا شفت بار لا شفت رقاصات، شفت الحجاب وشفت الاحترام وشفت كل حاجة. يعني خلينا نقول 99% من المصريين الحمد لله ناس شرفاء، ولكن للأسف هال1% شوهوا سمعتكم. كيف سمحتوا لهم؟ كيف سمحتوا لهم يا مصريين إن ممثل داعر يبوس في النسوان يمثلكم أنتم؟ لا والله أنتم شرفاء وعفيفين. هذا القزمة ما يمثل المصريين، الشرموطة دي ما بتمثلش مصر. نعم هذه ما تمثل مصريين. أنا أتحدى مواطن مصري يسمح لأخته ولا بنته أنها تروح تمثل. ليه؟ لأنه يعرف إن منطقة التمثيل هذه منطقة عفنة نجسة. كيف سمحتوا للقوادين من منتجين الفيديو كليبات أن يدخلون جامعة القاهرة يغرون بناتكم بفلوس عشان تروح تشتغل رقاصة في الفيديو كليبات؟ لا يا مصريين، انتم مش كذا، انتم شرفاء، انتم عفيفين، انتم زعماء الوطن العربي والإسلامي. ما تسمحون لشرذمة لقزم لناس ما يسووش والله المقاري، ما يسووش الزبالة انهم يمثلونكم. وللاسف هؤلاء الاعلاميين هم اللي خربوا دماغكم، هم اللي رجعوا لكم العسكر. عارفين ليش رجعوا لكم العسكر وشوهوا سمعة ناس ثانيين؟ رجعهم العسكر عشان يستمروا في الشفط والتهبيش وسرقتكم يا مصريين. هؤلاء ناس مستفيدين ملايين. لما كان حسني مبارك موجود كانوا بيقبضوا ملايين عشان يمجدوه، ولما قامت الثورة عليه برضو تموا يمجدونه، ولما طاح حسني مبارك عملوا المستحيل عشان الثورة تفشل، وفعلا استطاعوا أن يفشلوا الثورة. معقولة يا مصريين إنسانة شرموطة تطلع في التلفزيون بتقول لكم كلمتين تصدقوها؟ كيف رضيتوا على أنفسكم يا شرفاء، يا شرفاء إن إنسانة عاهرة تغير من آرائكم؟ كيف رضيتوا على إنسان الأصلع ده اللي كان بيترقص في برنامج عرب جات تالنت قدام التلفزيون بيرقص ويقولون بعضهم اللي عنده خمارات وبعضهم اللي بيملك مراقص؟ هؤلاء تسمعون لهم؟ والله لابد ان فيكم انتم تقتحمون مبنى التلفزيون وتديهم بالقسمة امام المشاهدين. كيف رضيتوا ان الاشكال هذه تطلع في التلفزيون؟ بدل ما يطلع انسان فاضل، بدل ما يطلع انسان يخاف ربنا، بدل ما يطلع انسان يعلمكم الدين ويعلمكم الاخلاق والامور الاجتماعية، عواهر للاسف ناس معرصين يطلعون في التلفزيون. ازاي رضيتوا يا مصريين ان امكم تكون في عبده؟ ارجوكم واحد يجي يقول لي كلامك غلط. في عبده امكم المثالية؟ في عبده امكم المثالية؟ والاخ اللي عايز يرشح نفسه معرس بقى معرس. يعني أرجوكم، يعني أنا ما أعرف، أنا يعني هل إحنا عايشين في كوكب الأرض، عايشين في كوكب المريخ؟ يا أخي العيل يطلع من بطن أمه يفهم أن الأمور دي كلها غلط في غلط. أرجوكم يا مصريين انتفضوا، مش عشانكم بس، عشاننا إحنا. صلاحكم من صلاحنا، فسادكم من فسادنا. أنتوا عارفين أن فساد معظم الحكام العرب وفساد الدول العربية لأن إحنا شفناكم فاسدين للأسف، لأن احنا شفنا حكامكم فاسدين. وهل أنتم الآن تعلمون ليش كثير من بعض الحكام وبعض الدول خايفين أن الثورة تنجح؟ خايفين ليش؟ لأن عارفين إذا نجحت مصر وصار فيها فضيلة ومسكوها ناس يخافون ربنا، التغيير غصبا عن كل الدول راح يأتي إلى الدول العربية. كلنا راح نصلح. إذا صلحت مصر كلنا راح نصلح. وإذا أنتم للأسف والغلطة اللي الآن قاعدين ترتكبونها، اللي كانوا للأسف في ناس قبل حاكمينكم بالنار وبالحديد والضرب على الأفة وبالجزمة،
وللأسف الآن في ناس جابوهم وحطوا القزم على دماغهم، فراح تظلون وإلى 100 سنة وإلى 100 سنة إلى الأمام دولة تحت الأرض وتحت الحضيض. لا، احنا ما نرضى عليكم يا مصريين. أنا أخاطب كل مصري شريف، كل مصري عفيف، كل مصري خاف الله سبحانه وتعالى، ينتفض على العسكر، ينتفض على الإعلاميين وبالذات الإعلاميين. والله أنا عندكم تغيرون الإعلام هذا أفضل من حتى من تغيير العسكر. طالبوا بالحرية يا مصريين، طالبوا بالحرية، نبي كرامتكم. والله احنا نحبكم، والله نحبكم، والله أنا مش عايز حاجة منكم. أنا طلعت لله في الله، مش عايز حاجة من المصريين إلا أريد عزكم. أبيكم تكونون فوق، أبيكم ترجعون مثل قبل. لما يقولون هذا مصري نحترمه ونضرب له تعظيم سلام، نحبه ونحطه على دماغنا. اللي قاعد تسوونه غلط. لا تسيبون مجموعة من العاهرات، مجموعة من القوادين يطلعون في التلفزيون. نظفوا إعلامكم، نظفوا الإعلام المصري اللي للأسف يتعمدون والله بعض المخرجين بزيادة المشاهد الساخنة، التقبيل واللم والبوس والعري. هذه أنت كيف رضيت يا مصري أن يقولون هذه الممثلة المصرية؟ لا والله المصريين بريئين من الأشكال هذه. أتمنى أن الرسالة هذه تكون وصلت لكل مواطن شريف، أنه يتحرك وينظف بلده من الحرمية، ينظف بلده من الأنجاز ومن الإعلاميين الوسخين فعلا اللي شوهوا سمعة مصر. أتمنى أن الرسالة تكون وصلت. شاكر لكم إنصاتكم، وبإذن الله راح تكون هناك في حلقات ثانية وراح نتكلم بتفاصيل أكثر عن أمور أخرى. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.